اليوم أربيل بالزي الأصفر كالمعتاد، وفريق دهوك الذي يلعب من خلال هذه المباراة بالألوان الزرقاء. كل التوفيق لفريق أربيل وكل التوفيق لفريق دهوك من خلال هذه المباراة. إذن تطلق الصافرة على بركة الله. حكم المباراة يطلق الصافرة مهند قاسم. جد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري وديربي الشمال الحبيب أربيل مع دهوك. كرة إلى جهة اليسار، محاولة مستمرة وتسديد الكرة ولكنها لا خارج أرضية الملعب. هنا الهجوم لفريق أربيل والتسديدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هجومنا أمامية، كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة لدهوك حلوة المحاولة ولكنها عادت لأربيل وتبقى لأربيل. محاولة مستمرة، ممكن كرة تسديدة، الله عليك، كرة ضاعت. شوفوا الإعادة، الله 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 الله، كرة جميلة. هذه أجمل ما في الشوط الأول، هذه أجمل ما في الشوط الأول. التسديدة الرائعة عن طريق اللاعب هلو فاق، هلو هو من سددها. حسن يحاول وسدد الكرة ولكنها إلى ضربة ركنية. حلوة حلوة الكرة وسددها بعد ذلك، والإبعاد من قبل حارس المرمى أحمد بشار إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ضربة ركنية لأربيل. مؤيد عبد الباسط بديلا لروى يوسف. شيركو طلاقة سريعة، تمرير الآن جهة اليمين، كرة العرضية خطيرة، كرة خطيرة لإيمانويل. الكرة الرأسية اللي كانت حاضرة ولكنها مرت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لنادي دهوك. كرة العرضية اللي كانت عن طريق علي شاخوان هي تنتظر من اللي راح يسجل. كرة الآن خطيرة تسديدة ولكنها مرت، والتسديدة بشكل مباشر. شوف هوب، سدد الكرة ولكنها علت العارضة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. مؤيد هو صاحب الكرة العرضية، تسديدة خطيرة ركنية الآن، وهذه المرة الثانية. هذه المرة أبعدها حارس المرمى أحمد بشار، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. تبقى لأربيل، تسديدة خطيرة، الله 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 الله. ما أعتقد كان هلو، هذه المرة كان محمد محسن، ولكن الكاميرا جاءت بهلو فاق. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تنتظرون صافرة حكم المباراة مهند قاسم لتعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء أربيل مع فريق دهوك، لقاء لحساب الجولة 24 من دورينا العراقي الممتاز. هلو فاق يحاول، هلو لكرة عرضية خطيرة بإرسال كرة عرضية والتسديدة، الله 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 الله، حلوة التسديدة. تابع الكرة الصح وسددها الصح ولكنها علت العارضة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. اي نعم هكذا كانت الكرة. خروج لي عباس ماجد وكذلك وليد سلمان. أمجد يحاول وكرة من مسافة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هجومنا، كرة إلى جهة اليسار، تمرير بعد ذلك محمد محسن. هنا الكرة عرضية وراسية، جول الله. في ديربي الشمال، في ديربي
محمود خليل بضربة راسية، اي نعم، وجول لأربيل. أصبحت جميلة الآن من خلال الشوط الثاني، وبعد هذا الهدف بكل تأكيد ستكون الأمور مغايرة. اي والله. ودورينا جميل، دورينا جميل من خلال المباريات. والله إذا ما كانت في الجنوب، في الفرات الأوسط، في بغداد، في الشمال الحبيب، دورينا جميل. اي نعم، اي والله، حلو دورينا، جميل دورينا، الله على دورينا. سلمان سدد الكرة ولكن على خارج أرضية للمدرب عباس عبيد. هنا المحاولة والتسديدة، حلوة، حلوة التسديدة، وبالتالي الكرة فيها إبعاد إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. شوفوا الإعادة، حلوة، حلوة التسديدة، اي والله، محاولة جميلة، والمحاولة كان ممكن من خلالها أن يتعادل. محمد صالح اللي شارك كبديل ولكنه أصيب وترك المباراة. بالسلامة لمحمد صالح في المباريات القادمة، خصوصا مباراة القادمة للفريق أربيل ستكون في بغداد أمام الشرطة. خروج لمحمد صالح ودخول لبارزان شيرزاد. هذا محمد صالح، بالسلامة لمحمد، تبقى لمصلحة دهوك. حلوة هذه، سددها، الله 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 على التسديدة من مسافة بعيدة يسارية، كانت قوية من محمد سعيد، ولكنها علت العارضة بقليل إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة تنفذ وراسية ولكنها مرت بالتمرير داخل منطقة الجزاء، خطيرة. الله على الكرة الماضية، مؤكدة أمام مرتجى، أو من هذا زيار كوفن اللي سدد الكرة وبيساره. الله عليك، الله عليك، حلوة اللقطة، حلوة التسديدة، ويأتي الإبعاد من قبل حارس المرمى ليسدد لينفذ. حارس المرمى أبعد الأولى وسيطر على الثانية، ومن ثم سيطر على الثانية. هذه كرة وليد سلمان، ريباز بتدخل ممتاز. شوف الإعادة للعودة بنقطة، وحكم المباراة، وبالتالي خطأ في اللقطة الماضية، ولكن التسديدة اللي كانت قوية،